اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا كنت في مشوار كده، ولما رجعت لقيت الاولاد قلبين اوضتهم كده وقلبين لي الصاله وقلبين لي كل حاجه. ف يعني قلت اعمل روتيني معاكم النهارده. انا كده بنفض الفرش كده، ده اللي بنعمله كل يوم، يعني اي ست طبعا بتعمل كده كل يوم. تصحى من النوم تروق، بس انا صحيت خرجت. فلما رجعت لقيت الدنيا مقلوبة اكتر من ما كانت يعني. فحبيت ارتبها معاكم كده. انا هنا نفضت السرير وعدلته كده زي ما انتم شايفين، وبطبق الكبرتات بتاعتهم اللي هم كانوا مضغطين بيها. والله يا جماعة اي بيت فيه اطفال ما بيخلاش من الكركبة والبهدلة يعني. بس اهو الحمد لله، ربنا يخليهم نعمة علينا. اهو. وهنا بصوا السرير التاني برضو اللي رامين المخدات والحاجة في الارض هنفضه برضو واظبط الملاية يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو بصوا احنا نعدل الملاية كده مع بعض. كمان انا سايباهم وسايبه لهم اختهم، معرفوش حتى يرتبوا اي حاجه، بهدلوا الدنيا اكتر. اهو هنا انا عدلت السرير اهو زي ما انتم شايفين. هحط بقى المخدات كده. اهو. ده روتين اي ست كل يوم. ده يعني اللي بيتعمل اساسي كل يوم يعني. اهو هنطبق الملايه دي، ونشيل الحاجه اللي في الفرش اللي في الارض اهو كده. طبقنا الملايه زي ما انتم شايفين، لمينا الحاجه كده. انا مسرعه لكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. اهو هجيب المقشه كده واكنس. تمام. اهو انا لفيت لكم الناحيه التانية. اهو بص كميه الورق وكميه الكيس يعني كيس شيبسي مرمي في الارض وورق مبهدلين الدنيا. هلم ده طبعا. اهو انا لميت كده وهفرش. طبعا احنا في الطبيعي مش بنمسح كل يوم يعني، بس ده الطبيعي اللي بنعمله كل يوم. تمام. وكده بتكون خلصت الاوضه معانا. يا رب تكون عجبتكم. اهو زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى نخش على الصاله. بصوا المنظر ده، الصلاة قعدتنا كلها فيها. بصوا المنظر عامل ازاي، والكركبة والحاجة. صعب 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 يعني. احنا هنقفل كده باب الأوضة اللي خلصناها كده عشان ما يخشوهاش. وهنعمل بقى هنا بصوا كركبة بطريقة صعبة. أول حاجة هشيلها الترابيزة دي كده عشان أعرف أعدل الركنة. تمام. هعدلها بقى وارجع اوريها لكم. اهو زي ما انتم شايفين كده انا عدلت الركنة. هلم بقى الحاجة اللي في الأرض ده زي ما انتم شايفين. هنا كنت بظبط الموبايل. اهو انا لميت البناطيل ولميت الحاجه، وهشيل بقى الجزء ده كده. رفعت المخدات اهو. تمام. هنعدل برضو الكنبه التانية. ده الطبيعي اللي بصحى كل يوم اعمله اساسي يعني. ده كمان انا يعني اوضه الانتريه عندي كانت نضيفه، واوضه النوم يعني مدخلوهاش. اللي كانوا قاعدين فيها اوضتهم والصاله فقلبوها. فحمدت ربنا يعني اول ما جيت من المشوار نيمت بنتي الصغيره، وعملت الصالة والأوضة. تمام قبل ما يجي باباهم من الشغل. اهو انا هنا بعدل الركنة كده زي ما انتم شايفين اهو. نفضتها وفرشت الفرش تاني. تمام. اهو بحط الخداديات والمخدات الصغيرة كمان كده. اهو انا كده خلصت الكنبتين. تمام. انا طبعا الجزء اللي هناك ده كده هكنسه، يعني هشيل المشاية واكنس الجزء ده عشان ارجع الترابيزة مكانها واكمل كنس الصالة. اهو انا شلت المشاية. هجيب بس المقشة اهو، وبلم كل المكان ده يعني بكنسه عشان ارجع فيه الحاجة واعرف اكمل. تمام. انا هنا خلاص كنست اهو زي ما انتم شايفين، وفرشت المشاية. وهجيب بس حاجة امسح الترابيزة وارجعها مكانها.
اهو. تمام. هنا كانت البخاخة عطلت يعني شوية بس المهم يعني طلعت مية في الاخر. اهو. مسحنا الترابيزة كده. تمام. ورجعنا الترابيزة مكانها اهو. كده احنا كنسين الجزء تحت الترابيزة، بقى هنلم بقى كل الهدوم اللي في الارض اللي هم راميينها وقالعينها دي في الغسيل. تمام. اهو ده المفرش بتاع الترابيزة هرجعه مكانه. هلم بقى كل الكركبة دي. وده طبق اختهم كانت بتاكل فيه بطاطس. يعني بصوا قلبين الدنيا ما فيه الكفاية يعني. بس الحمد لله، الحمد لله ربنا قوينا عليهم وعلى كل ام معاها اطفال. اهو انا هنا خلصت خلاص اهو كده زي ما انتم شايفين، ولميت الكركبة، لميت كل الغسيل اللي في الارض. هبتدي بقى اكنس كده المفرش اهو. اه زي ما انتم شايفين كده. ده الطبيعي. انا هنا حبساهم حبساهم في اوضه الانتريه، في اوضه الاطفال قصدي. يعني بعد ما خلصتها قلت لهم خشوا اقعدوا بقى في الارض كده عقبال ما انا اخلص الصلاه. اهو. دول الكبار، والصغيره منيمينها الحمد لله عشان نعرف نكمل اللي احنا بنعمله يعني. اهو انا هنا بكنس كده الارض زي ما انتم شايفين. تمام. هنا المقشه اتخلعت، حتى المقشه مش عاجبها اللي احنا فيه، بس الحمد لله يعني. اهو كده انا كنست كده المفرش كله. وهلم بقى الفرش اللي في الارض ده كده. المشايات دي هلمها طبعا عشان هي يعني مفككه عن بعضها كده، فعشان اعرف اكنس الجزء ده كله اهو. انا كده هنا لميت. تمام. هنجيب برضو المقشه الغضبانه دي ونكمل كنس اهو. تمام. هنخش بقى هنا يعني هنخلص كنس كده. ودي اللي محطوطه دي الغساله بتاعتي القديمه، بغسل عليها ما بيكون في الصيف هغسل عليها مفارش كتير كمية كبيرة يعني، فبرحم الاوتوماتيك. حطها كده وحطها فوقها مفارش. بصوا بقى هم قلبينها، كل حاجة حطينا عليها عيش ومناديل وكل حاجة تتخيلوها. بصوا كل حاجة انتوا تتخيلوها هم حاطينها على الغسالة. فاحنا هنروقها مع بعضنا كده، هنلم الحاجة اللي ملهاش لازمة. تمام. بصوا سكينة ومعالق عاملينها خرابة بتاعتهم. هنا خلاص كنا روقناها دي علبة الكحك كده، انا مسحاها وحاطه فيها حاجات يعني ترحبني من الكركبه شويه. تمام. انا هلم بقى بصوا كميه زباله قد ايه خارجه من الصاله، بس يعني اللي في الاوضه انا لميته اهو كده خلاص. انا لميت الزباله كده زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الفرش ونفرش الجزء اللي شلناه ده تاني اهو. هنحط بقيه المشايات اهو. الحمد لله يعني. اه خلصنا قبل ما مليكة تصحى. الحمد لله اهو. بصوا المنظر يا راحة نفسية. الواحد كده خلص والحمد لله ارتاح. نلحق نعمل الاكل قبل ما يجابوه من الشغل. والحمد لله على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، احنا حاطين الشاشة كده فوق الغسالة على طول. تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. واستنوني في فيديو جديد مع قناة متنوعة مع ام رودي. باي باي حبايب قلبي.